بدأت كهوف ورسومات تسيلي تكتسب شهرة كبيرة واهتماما عالميا في العام 1956، وتحديدا بعد رحلة العالم الفرنسي هنري لوت التي قام بتوثيق كل ما رآه بالصور ونشرها في كتاب يدعى اكتشاف رسومات تسيلي، الذي سرعان ما أصبح الكتاب الأكثر مبيعا في تلك الفترة. هذه القصة المتداولة هي قصة ناقصة على حد تعبير أهل المنطقة، فهي تغفل دور رجل يدعى جبرين بوبكر الذي ينتمي إلى الطوارق الذين كانوا أول من استوطنوا المنطقة. فبحسب القصص الشعبية، جبرين هو من ساعد الباحث الفرنسي هنري لوت في اكتشاف كهوف تسيلي المليئة بالرسومات اللافتة للانتباه، ولولا إلمامه الجغرافي العميق بالمنطقة لما تمكن الباحث الفرنسي من تحقيق مبتغاه بسبب التضاريس الضيقة والتي يصعب الوصول إليها. المثير للاهتمام هنا هو أن جبال وكهوف تسيلي تضم بحسب علماء الآثار أكثر من 30,000 رسمة جدارية. إرث أحصي رسميا في صيف 72 900 وألف، وصنفته اليونسكو سنة 82 900 وألف تراثا عالميا. أصبح هنري لوت أيضا على رأس قائمة أبرز المستكشفين على ظهر البسيطة، وتصدر اسمه أهم منابر البحث الآركيولوجي في العالم. لكن هنري لوت المكتشف الفذ أخفى على العالم أجمع سرا آخر اسمه جبرين مشار، المكتشف الحقيقي لرسومات ونقوش التاسيلي. مشار جبرين بن محمد رحمه الله هو المكتشف الحقيقي للتاسيلي. هنا في هذه الصحراء الممتدة على أكثر من 138 ألف كيلومتر مربع عاش رجل عرف أغوارها عن ظهر حب، من نسل كلمداك، قبيلة تعرف أرجلها هذه الرمال قبل أن ينقش بشر هذه الصخور، وقبل وصول عجلات المحتل الفرنسي إلى حدودها مع مطلع القرن الماضي. قبيلة كلمداك التي كانت تعيش على هضبة التاسيلي، وهي هما السكان الأصليين لمنطقة التاسيلي، وتوارثوا هذا الثقافة وهذا الحضارة وهذا الإرث العظيم أبا عن جد. بكري يشوفوا هذا الشيء من قرون لقرون، الناس الأولين كاع تاسيلي كاينين جدود الأولين يعرفوا هذا الشيء، ساكنين في تاسيلي يعرفوا تصور هذا اكتشاف تاسيلي واش كاين، يعرفوا كل شيء. دخل لوط صحراء الجزائر ضمن البعثة العسكرية الاستكشافية لجيولوجيا المنطقة بقبعة الباحث وبذلة العسكري. من نفس كانت سيس بدات الخدمة مع جبرين مع لوط، وقلت لك معنا جاء لوط من هنا جانت ضغط روسي، كوماندا روسي، الواحد لقيت يقول له سرمي، قال له ماذا بيك تدي هذا لوط حتى جبرين وين كاين في تسيلي، اتجاه حتى نوصل عند جبرين، خلاص خلاه تم. ابدا يخدم مع جبرين، نهار اللي بداوا الخدمه معنا في التصاور نتاع التاسيلي معنا بداوا في تنسوميتك. تعرف لوط على جبرين بتوجيه من الكوماندون برنارد، فكان لقاؤهما بمثابة عثور هنري لوط على كنز حقيقي. لم يكن لأحد على امتداد صحراء التاسيلي ناجر أن يصبر أغوار المنطقة كما فعل جبرين.
نهار اللي جا لوط من 1935 عرف جبرين، عرف هذاك وين خرجوا معنا بالتصاور اداها اللي قلت لك اداها بهاج التادرات. اما لم تم تعارفوا اقعد انساه قام صافي نقول له انساه ما رجعش الوطن. ابدا القوري هذا اقول لك من كران طروه يبدا في اكتشاف. انت تصور مع جبرين يقول لي جبرين وانت تشوف تصويره كاينه والمكان نتاعها ارجع قولها لي هو يكتبها في الكعب. هنا في هذا الركن الخالي من الكون أملك الوحيد في أن تبقى على قيد الحياة هو أن يعثر عليك جبرين. معرفة خارقة بجيولوجيا المكان لمسها لوط في جبرين منذ لقائهما الأول، فجعل منه قائده ومرشده. يعني لوط هو كان له جبرين مرشد، والدليل الرسمي لهنري لوط في منطقة تاسيلي اللي كان يوري له الصور لي بانتير هادو لي جرافير في منطقة تاسيلي. وهنري لوط كان يدون يكتب. كتب الكوماندان برنار يصف جبرين: جبرين في 60 من عمره من قبيلة كلمداك، قاد عدة مهام طبوغرافية وأركيولوجية، وهو قائد مهمة لوريد منذ سنة 52 وألف حتى وفاته. لا أحد من التوارق كان يعرف المنطقة مثلها، كبير مفعم بالسلطة الطبيعية بشعر محمر وعيون رمادية. ويضيف برنار بقدر من الاحترام: مع هذا الرجل كان قدرنا مرهونا بثقة لا متناهية ومبررة. لم يصدق لوط ما حمله إليه جبرين من معلومات عن مناطق الرسوم والنقوش التي أخفتها الطبيعة بحرص كبير لآلاف السنين. وعرف لوط أن أبواب المجد قد انفتحت في وجهه. هو جبرين في ذاك الوقت عندما باله هو خاطر هو قيد نتاعو، هو ورى له كلش، هو ورى له كلش. جبرين ورى له تاسيلي ورى تصاور ولا كلش، هذا هو على باله. ومن بعد أخرج كلام إن لوط هو دار كلش. دون لوط كل ما أوصله إليه جبرين، وسارع إلى نشره باعتداد وفخر كبيرين تحت توقيع المكتشف الأول لرسومات ونقوش التاسيلي هنري لوط. El explorador y etnólogo francés Henri Lot comenzó un estudio intensivo de los olvidados frescos de Tassili, en Algeria. Después de 16 meses de arduo trabajo, regresaron con un desconcertante cuadro del que en otros tiempos fue un verde Sahara, así como de las primicias culturales de África. استغل لوط انتشار لغته الحية متجاهلا أصل المعرفة التي منحه إياها جبرين، ونسب فضل الاكتشاف الكبير إليه وحده من دون أن يذكر مرشده الأول. والحقيقة أن الزائر لمنطقة التاسيلي وخاصة تمريت لابد وأن يسعد بزيارة شيخ المنطقة جبرين. هذا الرجل المشرف على 90 من العمر
والذي كان له فضل اكتشاف ما تحتويه منطقة التاصيل من آثار منذ أكثر من 50 عاما تقريبا، ويتناول معه خلال حديث شيق عن المنطقة وذكرياته فيها 3 كؤوس من الشاي حسب تقليد الضيافة المتعارف عليه في هذه الناحية. بعد استراحة قصيرة في مخيم تمريت، بدأ المشاركون في الملتقى الدولي حول حماية وتقييم آثار منطقة التاصيل الحضارية بدأوا جولتهم العلمية إلى بعض الرسوم الموجودة بمنطقة تمريت. وهنا بدأ تعرف الخبراء على هذه الآثار من خلال شروح المتخصصين الذين سبق لهم زيارة المنطقة وإعداد بعض الدراسات الأولية على آثارها. لقد كان من بين المشاركين في هذا الملتقى الحضاري والتاريخي الأستاذ هنري لوط، وهو من المكتشفين الأوائل لآثار منطقة التاصيل رفقة الشيخ جبرين أوائل هذا القرن. وقد طلبنا من الأستاذ لوط أن يحدثنا عن ذكريات اكتشافه الأول لهذه الآثار. Le rocher où je me trouve, je surplombe maintenant le Tassili, et cela me rappelle les premiers souvenirs, la première fois où je suis venu, où j'ai contemplé ce décor inoubliable que représentent ces rochers grisâtres, actuellement éclairés par un magnifique soleil. من على هذه الصخرة التي أجلس عليها هنا في منطقة التاصيلي أستعيد ذكريات اليوم الأول الذي جئت فيه إلى هذه المنطقة، حيث رأيت هذه الطبيعة التي لا تنسى والتي تمثلها هذه الصخور الرمادية التي تلمع حاليا تحت نور الشمس الرائع. لقد عدت إلى هذه المنطقة لأنني مغرم بالصحراء، وتلبية لرغبة تعميق الماضي ولمعرفة الظروف التي مرت بها الطبيعة والإنسان في هذه المنطقة. لقد حظي هذا البلد بأن يكون غنيا بالرسوم القديمة لفترة ما قبل التاريخ. لقد عرفت بعض هذه الرسوم منذ بداية القرن الحالي، عندما كانت بعض القوافل تمر من هذا المكان. ولكن منذ سنة 1933 بدأ اكتشاف هذه الرسوم يتزايد، حيث كنت أنا واحدا من الذين بحثوا عن هذه الرسوم وتعرفوا عليها، وكنت أحد الذين درسوا هذه الوثائق وأبرزوها إلى العالم، وبصفة خاصة إلى العالم الفني. وخلال 10 سنوات من العمل تعرفنا على عدد كبير من هذه الرسوم وقمنا برسم مثيل لها، وكان مساعدي الأول في هذا العمل هو رفيقي جبرين الذي كان مرشدنا، فهو ابن منطقة التاصيلي والعارف بكل تفاصيل كهوف هذه الناحية والدارك لكل أسرارها الهامة، وكان عملنا هاما. لقد وجدنا هنا رسوما لا وجود لمثيل لها في مكان آخر. لقد وجدنا رسوما لأشخاص يصل طولها إلى أكثر من 3.5 متر، ورسوما لفيلة يصل ارتفاعها من 4 إلى 5 أمتار. لقد كنا فعلا أمام مجموعة من الرسوم الفريدة من نوعها في العالم، والتي يعود تاريخها إلى فترة ما قبل التاريخ. والشيء الهام كذلك هو الحفريات التي أجريناها داخل بعض الكهوف، حيث وجدنا عناصر لحياة إنسان المنطقة القديم. Ce qui était intéressant aussi, c'était les fouilles qui ont pu être faites à la base des abris, là où on a retrouvé des éléments, des vestiges des populations anciennes. Il existe au Hogar un grand nombre d'inscriptions anti-pinards actuelles gravées sur des rochers. Jacques Bobo, passionné de recherche, se fait indiquer par les Touaregs les endroits où se trouvent ces inscriptions. Abandonnées parfois depuis plusieurs siècles par les Touaregs, on découvre aussi des dessins rupestres et même des fresques peintes de grande valeur. Ces dessins, ces fresques d'une valeur historique et artistique considérable, ont été relevés par des officiers méharistes ou des explorateurs sahariens français. Ces découvertes et les recoupements faits avec d'autres gisements rupestres fort éloignés tendent à prouver qu'il existait autrefois au Hogar, en des temps prédynastiques, une civilisation qui pourrait bien être antérieure à la civilisation égyptienne. Ils prouvent aussi que les animaux qui les ont inspirés vivaient là. Le Hogar était alors certainement un pays vert, mais d'où toute
végétation a disparu peu à peu à la suite du dessèchement progressif de cette partie de l'Afrique.